تخيل تصحى من النوم، تفتح باب بيتك، تبص على الشارع قدامك وما تلاقيش بني آدم واحد. لا صوت، لا ضحكة، لا حركة. كل البيوت مقفولة، العربيات راكنة، الأكل على النار، بس الناس اختفوا في نفس اللحظة من غير ما يسيبوا وراهم حتى صرخة. اللي حصل في القرية دي مش هتصدقوا، والأسوأ إن في تسجيل صوتي اتبعكلي بيشرح آخر ليلة قبل الاختفاء، ليلة محدش من أهل القرية كان المفروض يعيش بعدها. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة مش هنحكي أسطورة ولا قصة سمعناها من حد. اللي هتشوفوه دلوقتي تحقيق كامل عن واحدة من أغرب القرى اللي اتذكرت في أرشيف الحوادث المصرية. قرية صغيرة محدش كان يعرف عنها حاجة لحد ما السكان كلهم اختفوا في يوم واحد. مفيش آثار اقتحام، مفيش جثث، مفيش صراخ، مفيش أي دليل على إن حد خدهم. والغريب إن في تسجيل صوتي اتبعتلي من واحد كان موجود الليلة اللي حصل فيها كل ده. تسجيل بيحكي اللحظة اللي بدأت فيها النهاية. حط سماعاتك ويلا بينا. كان المفروض أرجع من الشغل على بيتي، الطريق الرئيسي كان زحمة، فالخرائط قالت لي طريق أسرع ب18 دقيقة. قلت ماشي، ما أنا مخنوق من اليوم، أخلص واروح. دخلت طريق جانبي، طريق ترابي، بس كنت فاكر إنه عادي. كنت فاكره مثلا من النوع اللي يعدي وسط أراضي زراعية ويرجعك لشارع كبير. بس كل شوية الخرائط تهنج، الشبكة تقع، وبرجع ألاقي نفسي ماشي في سكة ما فيهاش نور ولا بيوت، مجرد ضلمة تقيلة زي الضباب اللي مالي صدري. والغريب كل ما أقول أرجع ألاقي الطريق ورايا اختفى، لحد ما وصلت قرية ما فيهاش روح. أيوة، قرية كاملة ما فيهاش صوت ولا كلاب ولا حتى دجاجة ماشية. الهواء كان واقف فعلا. نزلت أبص، كنت فاكر يمكن في فرح، يمكن كل الناس نايمة، بس البيوت مفتوحة، الستائر بتتهز كأن حد خرج من دقيقة. وبعدين سمعت صوت مش قادر أوصفه، لا راجل ولا ست ولا طفل. صوت زي وش، كأن حد واقف في ودني وبيقول حاجة بس مش فاهمها. لما قربت من بيت كبير في آخر الشارع، الباب اتفتح لوحده، كأن حد جواه بيعزمني أدخل. عقلي بيقولي امشي، ارجع، اقفل العربية، بس رجلي ما بتسمعش الكلام. رجعت أبص للعربية ولقيت الباب الخلفي اتفتح والنور ولع لوحده. أنا كنت واقف بين باب البيت وباب العربية، والاتنين مفتوحين، والاتنين حسيت إن في حد وراهم. مش عارف ليه مكمل، بس حسيت إني لازم أسجل. بعد ما لقيت باب العرضية مفتوح والبيت اللي قدامي بابه برضه مفتوح، حسيت إني محاصر. كنت واقف في النص ومش قادر أقرر أدخل البيت ولا أرجع للعربية. بس فجأة البابين الاتنين اتقفلوا لوحدهم. الصدمة خلتني أتشنج، ولما رجعت خطوتين لورا سمعت صوت جاي من جوه البيت، صوت خطوات بطيئة جدا. الصوت كان متكسر، كأن حد بيحاول يتكلم بعد ما صوته راح، كأن حد بيقول اسمي. سامع صوت همس، صوت بيناديني، بيقول سالم. واد يا سالم. أنا اتخضيت، مش لأنه صوت مرعب، لا، لأنه كان صوت حد أعرفه. كان صوت أبويا اللي مات من 2 سنين. صوته كان طالع من جوه البيت، وصوته كان بيعيط. قال لي ادخل ساعدني يا ابني. رجليا بقت تلعب ومخي بيقولي مستحيل يكون صوت أبوك. ده مش صوته، ده المكان ده بيقلد.
شغلت كشاف الموبايل ووجهت النور ناحية البيت. البيت من بره كان معتم، بس جوه كان واقف ظل طويل أطول من البني آدم الطبيعي، واقف ورا الباب مش باين. ولما وجهت عليه نور الموبايل الظل اتحرك، بس مش لقدام، اتحرك لفوق، طلع للسقف زي ما يكون بيطير. أنا جريت على العربية، حاولت أفتح الباب مقفول. أنا كنت سايبه مفتوح، والمصيبة حسيت بحاجة بتعدي فوق سقف العربية، وسمعت صوت نفس فوق وداني مباشرة. مش هتلحق، أنا معرفتش أمسك نفسي جريت في الشارع اللي ما كانش ليه آخر، وكل ما أرجع بص ألاقي البيوت بتقرب مني. الصمت بقى صريخ وكأن القرية بتتنفس. وبعدين لقيت طفل واقف في نص الطريق، طفل لابس جلابية قديمة وماسك لعبة مكسورة. رحت ناحيته، لكن ملامحه ما كانتش موجودة، ولا عين ولا بق ولا حتى أنف. وشه كان ناعم كأنه وش دمية جديدة، مرسوم عليه ظل ابتسامة خفيف، بس مش ابتسام الطفل. رفع ايده وأشار ورايا، ولما بصيت لقيت الظل اللي كان على سقف العربية واقف ورايا. لما بصيت ورايا ولقيت الظل واقف، ساعتها حسيت إن قلبي وقع من مكانه. الطفل اللي ما عندوش ملامح فضل واقف، ايده لسه مرفوعة وبيشاور على الشيء اللي ورايا، بس المرة دي ايده بدأت ترتعش. الطفل كان مرعوب. لفيت ببطء علشان أشوفه. الظل ما كانش بيقرب، كان بيكبر. كان أطول من أي بيت في القرية، وأعرض من أي بني آدم، وشكله مش ثابت. مرة يبقى زي راجل، مرة زي ست، مرة زي طفل، ومرة زي الحاجة اللي ضاعت من القرية دي. الهوا ضرب فجأة كأن حد فتح باب الجحيم. البيوت بدأت تترعش، الخشب يزيق، الشبابيك تخبط، والدنيا اسودت. الطفل وقع على ركبه وبدأ يعمل حركة غريبة، كأنه بيمسك وشه بدأ يتشكل. في الأول ظهر خطين مكان العين، وبعدين فتحة مكان البوق، وبعدين اتفتحت الملامح كلها. لكن الملامح برضو كانت ملامح حد أنا أعرفه، كانت ملامح مراتي اللي سايباني الصبح وأنا نازل الشغل. الطفل رفع راسه وبصلي بملامحها، وبصوتها هي قال: ليه سبتني أدخل القرية لوحدي؟ أنا جسمي أشعر لأن مراتي كانت في البيت، ما كانتش معايا أصلا. قربت منه أو منها معرفش، ولما مديت إيدي ألمس كتفه، الظل اللي ورايا اتحرك. حسيت بقوة تشدني من ظهري وتحدفني على الأرض. الموبايل وقع قدامي والكاميرا لسه شغالة، ولقيت نفسي ببص من خلالها. شفت الطفل وهو بيبص عليا، بس المرة دي وشه اتغير تاني، ما بقاش وش مراتي ولا وش طفل، بقى وش سالم، وشي أنا. كان مبتسم، ابتسامة مش بتاعتي. وبعدين بص ورايا وقال بصوتي أنا: لف يا سالم. أنا ما قدرتش، مرعوب لدرجة إن رجلي كانت بتترعش، بس لفيت ورأيت القرية بتتغير. البيوت ما بقتش بيوت، الجدران بتتمد، الأبواب بتتنفس، الأعمدة بتتحرك، والشوارع بتكسر، كأن القرية بتقفل عليا، وكأنه هي مش مهجورة، كأنها حية. الظل ما بقاش ظل، تكون منه جسم، بس جسم مش مفهوم. عيون كتير بأحجام مختلفة فتحت عليه،
وبعدين كله وقف. الطفل على شمالي، الظل ورايا، القرية حواليا، وكلهم باصين عليا. وفجأة سمعت صوت مراتي الحقيقية بتنده عليا من بعيد: سالم. الصوت جاي من آخر الشارع. جريت ولا بصيت لورا، جريت لحد ما وصلت لآخر القرية، بس الطريق اختفى. مكانه كان نفس الشارع اللي جريت فيه. القرية بتلف كأني في دايرة، وأنا بلف وبجري وبنهج حسيت بحاجة في جيبي بتتهز، الموبايل. ولما طلعته لقيت التسجيل بيتفتح لوحده، ولقيت صوتي أنا اللي لسه مسجله من دقيقة. الصوت كان بيقول حاجة جديدة: لو التسجيل ده وصل اعرف إن طريقك هنا. أنا هوقف التسجيل وهجرب تاني، يمكن ألاقي طريق للخروج. لو ما كملتش ابقوا فاكرين إن القرية دي مش مهجورة.